المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نسهلها بالعناوين. الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في استاد أسمر الدولي. رؤساء الإمارات والصربيا يبعثون ببرقيات التهنئة. الإريتريون في تركيا وقطر والكويت ولاس فيغاس وغرب أفريقيا يحتفلون بيوم الاستقلال. ترامب يتوعد أوروبا وأبل برسوم جديدة. عملية تبادل كبيرة للسجناء بين روسيا وأوكرانيا. مفاعل نووي بين الصين وروسيا على القمر. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. احتفلت البلاد رسميا يوم أمس في استاد أسمر الدولي بالذكرى 34 لعيد الاستقلال تحت شعار خطنا درعنا المنع. بدأ الاحتفال بمارشات تحية على شرف فخامة الرئيس أفورقي وذكرى الشهداء بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورؤساء الاتحادات الوطنية ورجال الدين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والضيوف المدعوين وآلاف المواطنين، حيث ألقى رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السفير زمد التخلي كلمة أوضح فيها الاستعدادات التي جرت لشهور من أجل إخراج الاحتفال بالحفاوة الكبيرة، شاكرا المساهمين. وهنأ فخامة الرئيس أفورقي في كلمته في الاحتفال الشعب الإريتري المناضل في الداخل والخارج مع جميع أصدقائه ومحبيه وأحرار العالم، وأعرب عن امتنانه لكل من ساهم في إضفاء رونق خاص على احتفالاتنا التي يتزايد زخمها وحويتها عاما بعد عام بالذكرى 34 لاستقلالنا من خلال برامج متنوعة. وكذلك الشكر موصول أيضا لكل من قدم خالص تهانيه للشعب الإريتري، وقدم توضيحا موسعا عن التطورات العالمية والإقليمية والمنطقة. وقال: بالنظر إلى التطورات العالمية والإقليمية فإن تعزيز استقلالنا وترسيخه لا يمكن أن ينظر إليه بمعزل عما نصب إليه من سيادة نظام عالمي عادل وبنية إقليمية قائمة على الاحترام المتبادل والتكامل والتعاون والاستقرار والتقدم، وتقييم البيئة العالمية والإقليمية وفهمها فهما سليما. وذكر بأن الجديد في التطورات العالمية لذكرى استقلالنا 34 هو التقائها بتولي الرئيس ترامب أعلى منصب في الولايات المتحدة. وقال: في هذه الحالة نحتاج إلى القيام بواجبنا المنزلي بجدية لقياس السياسات والنهج والاتجاهات الأساسية للإدارة الجديدة منذ البداية في ضوء الثقل العالمي للولايات المتحدة، موضحا بأن الحكمة تتطلب الصبر والامتناع عن الاستنتاجات السابقة لأوانها، كون الظاهرة الجديدة وديناميكياتها تظل ثقيلة ومعقدة، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن من المستحيل تماما تصحيح السياسات المضللة التراكمية الممتدة لقرون، فمن الواضح بأن هذه المهمة تتطلب تسلق طريق شديد الانحدار. وحول الوضع في السودان أشار الرئيس أفورقي نسبة إلى الأهمية الاستراتيجية للسودان بدأت القوى الخارجية في تأجيج الصراع، بينما كانت عملية الانتقال في مهدها من خلال استقطاب واستغلال الوكلاء الداخليين. وقد اكتسب شعب السودان خبرة كافية من التخريب الذي تسبب في هذا المستنقع، وبدأ في توسيع وتعزيز معارضتهم لهذا التخريب، ويقع على عاتق جوار السودان الالتزام بتحمل مسؤوليته الأخلاقية وتقديم الدعم غير المشروط للشعب السوداني. وفيما يتعلق بإثيوبيا، قال فخامة الرئيس أفورقي إن الإصلاح المزعوم ولد قبل 7 سنوات التفاؤل الذي ليس فقط في إثيوبيا بل أيضا في إريتريا ودول مجاورة أخرى، لكن القوى الخارجية التي أزعجتها الآفاق الواعدة لم تكن عاطلة عن العمل، فالحروب التي أعلنتها ضد الشعب الإثيوبي تحت شعار الازدهار وكيلهم الجديد في السنوات القليلة الماضية خير دليل على يأسهم. وتبددت الآفاق المتفائلة التي كانت تلوح في الأفق،
وأبان الرئيس إسياس أفورقي بأن الشعب وحكومة إريتريا لا يندمان على دعمهما المطلق الذي قدماه بقوة وآمال عريضة للتصحيح أو الإصلاح المزعوم بسبب التحول المفاجئ للأحداث، وهما لا يرغبان في الانغماس في منابر الأكاذيب والعداء العقيم. وقال إن برامجنا التنموية التي نواصل تنفيذها وفقا لأولوياتها ستعزز من خلال برنامج تنمية متكامل استنادا إلى خطط مفصلة وتعبئة الموارد اللازمة بطريقة تحفز المشاركة والمساهمة الشعبية الواسعة، مؤكدا على العمل لازدياد المشاركة الشعبية الواسعة وإطلاق الإطار الذي أطلق لتهيئة بيئة مواتية لتحفيز الإمكانات الكامنة والمبادرات الفاعلة لمواطنينا في الخارج في أجندتنا التنموية ابتداء من النصف الثاني من عام 2025 فصاعدا، كركيزة ثالثة متماسكة تكمل هيكلية الأقاليم الست وقوات الدفاع. تضمن الاحتفال الذي استمر لحوالي 3 ساعات ونقل مباشرة بالفضائية الإريترية وصوت الجماهير الإريترية ومواقع دندن وميديا في وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن عرضا للطائرات الحربية ومارشات عسكرية للجيش الشعبي لتحرير إريتريا وقوات المشاة والقوات البحرية والجوية والشرطة والخدمة الوطنية بمنتسبي الدفعة 37 للخدمة الوطنية. هذا وقد أحيت فرق ميراس وسسني وسنيت وسبريت وأدماس عروض فنية في الحفل إلى جانب عروض الاستعراض. تجدر الإشارة إلى أن الشعب الإريتري في الداخل والخارج احتفل بعيد الاستقلال 34 ببرامج ثقافية وفنية وحفلات شعبية وعروض الشوارع ومنافسات رياضية وعروض عسكرية وفعاليات أخرى. بعث قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا برقيات التهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 34 للاستقلال. فقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فيتشيتش ببرقيات التهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس أفورقي، أعربوا فيها عن تمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولإريتريا وشعبها دوام التقدم والازدهار. كما أعرب رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فيتشيتش عن إيمانه الراسخ بأن العلاقات الأخوية بين إريتريا وصربيا سوف تتطور وتتوسع بشكل أكبر بما يخدم مصلحة الشعبين. تم الاحتفال بالذكرى 34 لاستقلال إريتريا في تركيا وقطر والكويت ولاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك دول غرب إفريقيا ساحل العاج وغانا وغينيا بحفاوة كبيرة. فقد أقام أعضاء الجالية الإريترية في تركيا حفلا في إسطنبول حضره أصدقاء إريتريا والإريتريين، وألقى القنصل الفخري لإريتريا السيد محي الدين محمد كلمة ذكر فيها أن الاستقلال إريتريا تحقق بثمن باهظ وأن الاحتفالات البهية على شرفه توضح ذلك، مذكرا الإريتريين بضرورة تعزيز وحدتهم وزيادة مساهمتهم في البرامج الوطنية. وألقى سفير إريتريا علي إبراهيم كلمة حول مسيرة الاستقلال واحترام السيادة في احتفال نظمته الجالية الإريترية في قطر يوم 22 من مايو في الدوحة، وحضره الإريتريين ودبلوماسيين وضيوف مدعوين، تحدث فيها عن رحلة الحرية واحترام السيادة، مذكرا بأن على المواطنين أن يحتفلوا ب24 من مايو باعتزاز وفخر كبيرين أينما كانوا، لأنه اليوم الذي أشرقت فيه شمسنا بالكامل. وتميز الحفل بعروض فنية وثقافية قدمها موسيقيين من بينهم موسيقيين ذهبوا من إريتريا. وفي الكويت أقيم حفل نظمته الجالية الإريترية في 23 من مايو بحضور عدد من المواطنين والدبلوماسيين من الدول الشقيقة والصديقة والمدعوين. وقال مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى الكويت السيد حمد يحيى حالي إن تزامن احتفالات يوم الاستقلال هذا العام مع الذكرى 30 لافتتاح السفارة الإريترية في الكويت زاد من بهجة المناسبة،
حاثا المواطنين على المشاركة الفعالة في الدبلوماسية الشعبية ونجاح البرامج الوطنية. في هذه الأثناء أقام الإريتريون المقيمون في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أفريقيا ساحل العاج وغانا وغيني على التوالي احتفالات بهيجة، وذلك بحسب الأنباء التي وردتنا من هناك. أقامت مديريات بريق وسرجاء وقال نفحي بالإقليم الأوسط حفلات ومآدب شعبية احتفالا بعيد الاستقلال، وهنأ مديران المديريات في الحفلات التي نظمت يوم 23 و24 من مايو هنأوا بالعيد المجيد، مشيرين بأن حفاوة الاحتفال تعكس التضحيات المقدمة من أجل هذا اليوم. وذكر المحتفلون بأن هذا اليوم هو يوم لتجديد العهد بهدف ضمان استدامة السلام وتنفيذ أمانة الشهداء والسير على طريق التنمية، مؤكدين استعدادهم التام على العمل المضاعف. أقيم في المديريات الثلاث 86 حفلا شعبيا، وكانت 13 مديرية في الإقليم الأوسط قد نظمت الحفلات الشعبية مسبقا في الفترة من 18 وحتى 23 من مايو. أفاد قسم العلاقات العامة بوزارة الزراعة أن استراتيجية وزارة الزراعة في مكافحة الجراد خلال 34 عاما الماضية من الاستقلال كانت فعالة. وأشار القسم أن الاستراتيجية الرئيسية للحكومة هي السيطرة على الجراد قبل أن يبدأ في الطيران، مضيفا أنه على الرغم من أن شدة انتشار تفشي الجراد يختلف من عام لآخر، إلا أنه ظاهرة يتكرر حدوثها سنويا. وبحسب تقرير وزارة الزراعة فأن أعلى حالات تفشي الجراد حدثت في أعوام 1995 و2006 و2007 و2013 و2014 و2019 بالإضافة إلى عام 2020. وفي كل من هذه السنوات حدث انتشار كبير للجراد الصحراوي على ما يقدر بنحو 51,000 إلى 101,000 هكتار من الأراضي، وتم إجراء عمليات مكافحة وسيطرة ناجحة. وفي المجمل تم الإبلاغ عن أكثر من 600,000 هكتار من تفشي الجراد الصحراوي خلال 34 عاما من الاستقلال، وتم القضاء عليه دون أن يتسبب في أي أضرار، وذلك بفضل الجهود القوية والتنسيق الوثيق بين المهنيين الزراعيين والإدارات والشعب وأعضاء قوات الدفاع، فضلا عن تعاون الشركاء حسب التقرير. وقال التقرير إن إريتريا تعد من الدول التي تقع في الواجهة من حيث تكاثر الجراد الصحراوي، مضيفا أن أكثر من نصف إجمالي مساحة أراضيها أي 7 ملايين هكتار صالحة لتكاثر الجراد الصحراوي، وتغطي هذه المساحة نحو 4.7 مليون هكتار في موسم خريف السواحل، ونحو 2.3 مليون هكتار في السهول الغربية للبلاد في موسم خريف المرتفعات. علاوة على ذلك أفاد التقرير أن جراد الشجر الذي شهد بأعداد صغيرة منذ عام 2019 أصبح خطيرا بشكل متزايد، وبناء على ذلك فقد انتشر في الفترة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2025 في مساحة تزيد عن 45,000 هكتار في إقليم القاشبركة وأجزاء من إقليمي عنسبة والجنوبي، ولكن تمت السيطرة عليه بمشاركة كبيرة من الشعب والجيش. يذكر بأن إريتريا عضو في منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى. استشهد في 23 من مايو المناضل تسفاي برهي تسفى مريم المدير التنفيذي للجنة تنسيق الاحتفالات الوطنية إثر علة أصابته عن عمر يناهز 75 عاما. والتحق المناضل تسفاي برهي عام 1976 بصفوف قوات التحرير الشعبية، وخدم إبان الكفاح المسلح في قسم التدريب العسكري والقوات القتالية والتثقيف السياسي والإرشاد والتوجيه الوطني بمختلف المناصب. وبعد التحرير عمل في وزارة الإعلام والثقافة، ومن ثم مسؤولا لقسمي البرسونال والإدارة والمالية في وزارة الإعلام، كما عمل مديرا لفرع الرقابة والتوظيف في الإدارة المدنية للخدمات الحكومية. ومن عام 2010 وحتى يوم استشهاده عمل مديرا تنفيذيا للجنة تنسيق الاحتفالات الوطنية.
هو مناضل مخضرم خدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص. المناضل تسفاي برهير رب أسرة وأبلغ 5 أبناء، وولد جثمانها الثرى عصر اليوم الأحد 25 من مايو في مقبرة الشهداء في أسمرة. وعربت مفوضية الثقافة والريادة عن بالغ حزنها باستشهاد عضوها المناضل تسفاي برهير تسفى مريم، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه في العمل. مشاهدينا، نختم نشرة هذه الفترة بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في استاد أسمرة الدولي. رؤساء الإمارات وصربيا يبعثون ببرقيات التهنئة. الإريتريون في تركيا وقطر والكويت ولاس فيغاس وغرب أفريقيا يحتفلون بعيد الاستقلال. ترامب يتوعد أوروبا وأبل برسوم جديدة. عملية تبادل كبيرة للسجناء بين روسيا وأوكرانيا. مفاعل نووي بين الصين وروسيا على القمر. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.